نتابع درسنا اليوم ونتكلم ما زلنا على البيت الأول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. ونتكلم على اللحن في تلاوة القرآن الكريم. اللحن يا إخوة معناه الخطأ. انظروا، اللحن في اللغة: لحن فلان. شو يعني لحن؟ مال عن الصواب، مال عن الصواب، الميل عن الصواب، هذا معنى اللحن. واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، إذا قال العلماء القرآن إن هذا النطق لحن، يعني خطأ في تلاوة القرآن الكريم. وينقسم اللحن إلى قسمين: اللحن الجلي واللحن الخفي. ما هو اللحن الجلي وما هو اللحن الخفي؟ نراه على اللوحة التالية. اللحن الجلي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. نحو إيه؟ لو قال واحد بالفاتحة مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم، هل تغير المعنى يا إخوة أم لم يتغير؟ ومن الذي أنعم عليهم؟ هل الذي أنعم عليهم هو أنا أم الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي أنعم. إذن أنعمت عليهم بإيش؟ بتاء الخطاب، صراط الذين أنعمت. فإن قال أنعمت، يعني لو أن إماما يصلي فقال أنعمت عليهم، كل الذين خلفه يردونه ولو كانوا أطفالا صغارا يقولون أنعمت. هل علمتم لماذا يسمي العلماء هذا الخطأ اللحن الجلي؟ لأنه خطأ واضح، كل الناس يردون على من يخطئ به. لو مثلا مثل عندنا في بلاد الشام وما ماثلها يبدلون الثاء سينا، مثلا في قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثركم شو يعني؟ جعلكم كثرا من الكثرة. فإذا بده يلفظها كما يلفظه أهل الشام وغيرهم في العامية فيقول فكسركم. كسركم شو صارت يعني؟ من التكسير. نعم، نسأل الله ألا يكسرنا ونسأله تعالى أن يكثر المسلمين، اللهم آمين. إذن هل لاحظتم كيف أن تغيير الحروف قد يؤدي إلى تغيير المعاني؟ وهل علمتم لماذا يسمي العلماء هذا الأمر اللحن الجلي؟ لأن كل المسلمين يعرفه. أيضا مثال آخر كما نرى على اللوحة: في عندنا كلمة عصا، لو بدلها، لو قرأها الإنسان هي عسى، قرأها الإنسان عصا. أيضا هنا غير المعنى. عسى فعل للترجي، ترجي حصول الشيء. عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يغفر لهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فإن قال عصى الله غير المعنى والعياذ بالله، بل أتى بمعنى قبيح جدا فقط لأنه فخم السين. فهذا لحن جلي لو أن ناطقا نطق به كل من خلفه من المصلين، لو كان إماما مثلا كل من خلفه يردون عليه وينهونه عنه. كذلك لو في البسملة قال إنسان كما نرى على الشاشة، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذا لحن جلي. هو لم يغير المعنى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما غير المعنى لكنه غير الإعراب. فالله هنا مضاف إليه، إذ لفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن صفة للفظ الجلالة مجرورة، الرحمن وليس الرحمن. إذا غير القارئ المعنى أو الإعراب فهذا اسمه لحن جلي كما نرى أمامنا على اللوحة. أما اللحن الخفي وهو النوع الثاني من الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، فهو كما نرى خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. إذن يبقى الحرف هو ولكن يعني يخل بكمال صفات الحرف، بجمالياته، بكيفية تلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نرى على اللوحة في قوله تعالى: سوء العذاب، بترك زيادة المد في الواو. لو واحد عم يقرأ وقال سوء العذاب، سوء العذاب هكذا، هل غير المعنى؟ ما غير المعنى، لكنه ترك المقدار الزائد في مد الواو، ولم يتلقى هذا اللفظ عن رسول الله سوء العذاب، وإنما تلقي عنه سوء العذاب ممدودا هكذا. فلو فعل ذلك فيكون القارئ قد أخل بكمال صفات الحرف. أنفسكم، هذه النون بعدها فاء، نون ساكنة بعدها فاء، فحكمها الإخفاء. لابد من أن ينتقل الإنسان من الهمزة
إلى مخرج الفاء أنفسكم، ويأتي بغنة من أنفه أنفسكم. لكن لو قال أنفسكم أنفسكم فأظهر النون، يعني ما تغير المعنى. لو قال قارئ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنفسكم ما تغير المعنى، لكنه ذهب بكمال صفات الحرف، ذهب برونقه. فهذا كما أسلفنا منذ قليل معيب في حق المتقن لتلاوة القرآن، وترك الأكمل ولا شيء عليه بالنسبة لعامة المسلمين. أما على سبيل التلقي والمشافهة فكما نرى على السطر الأخير من اللوحة: ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. ما معنى اللحنين؟ يعني الخطأ. ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين، يعني اللحن الجلي واللحن الخفي. إذا تلاوة القرآن في مقام التلقي والمشافهة فقط فيها الدقة المتناهية. كل هذا من باب الحرص على عدم تغير ألفاظ القرآن العظيم، وهذا من مزايا أمة الإسلام ولله الحمد.